الكابتن احمد دياب رئيس الرابطه بعد ما ضرب السحور الجميل وحلب كوبايه الزبادي قال لك وانا قاعد فاضي كده احط الجدول مباريات الدوري الممتاز بنظامه الجديد المجموعتين. راح ضارب لك افتكاسه كده وراح حاطط لك ماتش الاهلي والزمالك في الوش كده يوم الثلاث اللي جاي 11 مارس. انا ما عنديش اعتراض ان انت حطيت ماتش الاهلي والزمالك في البدايه او اول ماتش، بس السؤال هنا انت هتلحق تجيب حكام اجانب لماتش الاهلي والزمالك والماتش بعد 4 ايام؟ طبعا لا. يبقى عندك البدايل مين؟ الرجاله اللي موجوده وقاعده على الخط مستنيه، حكم محمد معروف، الحكم محمود البنا، الحكم امين عمر، الحكم محمد الحنفي. الماتش مش هيخرج عن الاربعه دول لو ما جبتش حكام اجانب وهتطلع تفكس لنا وتقول لنا انا ما لحقتش اجيب حكام نظرا لضيق الوقت. طيب نظام المسابقه اللي انت عامله اللي هو المجموعتين، انت طلعت لي 3 فرق بتنافس والزمالك بعيد شويه عن المنافسه، الاهلي وبيراميدز والزمالك. لو الماتش الاخير للاهلي او بيراميدز او الزمالك مع حرس الحدود وفاركو وبتروجيت، 3 انديه دول عندهم دوافع يلعبوا قدام الاهلي والزمالك وبيراميدز بدوافع ان هم بيهربوا من شبح الهبوط عشان يلعبوا بشرف، ولا هم يبقى في نزهه كرويه؟ النظام ده هدفه ايه؟ انك تطلع فريق للمجموعات اول 9 فرق، تجيب لي فريق عنده 22 بونت وتجيب لي فريق عنده 21 بونت وبينافس على الهبوط. النظام الجديد ده هدفه ايه؟